اهلا بيكم في ظبط نوعين. هكلمكم عن حاجة مهمة جدا 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 وهي عقلنا هو اللي بينقذنا لما نفكر في الحاجات بالشكل الصحيح او بشكل ايجابي. ممكن ما يكونش صحيح بس يكون ايجابي. وهو برضو نفس العقل اللي بيسوحنا واللي بيربطنا في الماضي، وبيربطنا بأفكار معينة، وبيربط أحداث مش موجودة عشان يودينا في داهية ويخلينا نكتئب. فعقلنا دوت هو اللي بيعمل الحاجتين. بس الفكرة ان انا احط في دماغي ان العقل هو اللي بيعمل ده واللي بيعمل ده، وان انا اجي في لحظة اعمل تتبع لعقلي واشوف هو انا بفكر في ايه. هو انا قاعدة دلوقتي بعمل خطط معينة وبربط احداث معينة ممكن تكون مش هتتربط بالربطة دي. انا مثلا في حد قال لي كلمة وببني عليها موقف في عقلي مختلف، وببنيه دلوقتي وبقول يبقى هو كان يقصد مش عارفة ايه، وبنيت قصة مختلفة. فلازم ان انا ابقى مدركة انا عقلي بيعمل ايه دلوقتي. هل هو مثلا بيفكر بشكل ايجابي وجميل فاساعده اكتر وافكر اكتر بشكل ايجابي، ولا هو بيفكر في شيء هيدمرني، ولا هو رابطني بفكرة في الماضي وهي مش انا دلوقتي. يعني احنا مش حدث. احنا مش حدث حصل معانا ولا مشكلة ولا اي حاجة، احنا اكبر من كده. فاحيانا عقلنا بيحطنا بيقفل علينا كده في بوكس مع الحدث بتاعنا وانت ده. بس انت مش ده. انت اكبر من كده بكتير. انت اكبر من موقف وكلمة، انت اكبر من اي حاجة حصلت معاك. انت كيانك اكبر من كده. آه ف فهقول لكم اول حاجه يعني تعملوها انكم تتتبعوا زي ما قلت لكم عقلكم هو فين. فلما تتتبعوا هتبقوا واخدين بالكم. فممكن مره في مره يا عم قبل يعني ما توصلوا لمرحله الاكتئاب، يا عم ايه اللي انت بتقوله ده مش واقعي. يا عم خرجني من القصص دي. انا عبير قالت لي ان انا اكبر من الموقف اللي حصل. وتاني حاجة، لو انتوا بقى مش عارفين خالص تهربوا منه وعمال يجيب لكم في مواقف وافكار كده كتير. ف... فتاني حاجة ممكن تكتبوا. فالكتابة ممكن تساعد لما تقروا الكلام تاني ت... تخرجوه فتدركوا، يبقى موجود في مكان تاني كده براكم وانتوا قادرين تشوفوا الافكار لما تبقى مكتوبة. تالت حاجة بقى بس خلوا بالكم منها، عشان دي لازم في شروط فيها انكم تختاروا حد تكلموه وتحكوا له، فيبتدي ان هو يوجهكم صح او يقول لكم لا النظرة دي مش صح. المواقف انتي مكبرة العبير يا ايه يا موضوع انتي مكبرة الموضوع يا عبير او كده. ف... فلازم تختاروا الشخص ده بحكمة، عشان ممكن يكون هو أسوأ من عقلكم فيسوحكوا أكتر. فلازم تختاروا الشخص الصح اللي تحكوا معاه والحكيم. بس وفي حد كتب لي ان الثيرابيست بقى غالي قوي، فدوروا على حد في الكوميونتي بتاعكم يكون يقدر يسمعكم كويس يعني. بس كده، شكرا لكم وسلام، واتمنى عقلكم ما يسوحكوش.